السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنطلع على السطح يا جماعه، هنكنس السطح وهننضفه وهنأكل الطيور وكمان هنبني الكانون. قبل ما نبدأ في الفيديو صلوا على الحبيب. لو انت جديده معايا يسعدني ويشرفني انضمامك لعيله امي منى. تنزلي تدوسي على زر اشتراك اللي هو باللون الاحمر وتفعلي الجرس وتختاري كلمه الكل علشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو وشير بالله عليكم. صليتي على الحبيب ولا لسه؟ يلا ندخل على الفيديو على طول يا بنات. انا شلت الكانون بتاعي كله تمام علشان خاطر عايزه ايه، اغير مكانه، يعني اطلعه لبره كده شويه. هديته كله، اخدت الطينه نيختها بلتها بالميه زي ما انتم شايفين كده. التراب الناعم بلته في الارض، واللي هو الخشن حطيته في الحله جنبيه وعبيتها ميه وسبت الطينه تنيخ قوي. يعني مهم جدا الطينه تنيخ كويس قوي عشان خاطر تعرفي تبني بيها، ولما تيجي تعجنيها تتعجن معاكي زي كده زي ما انتم شايفين بالظبط. ركنت بقى الطوب كله على جنب كده وبعجن في الطينه بالشكل اللي انتم شايفينه ده يا جماعه. ضروري جدا نعجنها زي ما قلت لكم كويس قوي، مملكه يعني مملكه فيها كانك بتعجني عجين تمام كده، عشان لما تيجي تبني بيها تبني معاك وتكون ماسكه في الطوبه. طبعا انا هبني الكانون لسببين، والسبب الرئيسي هو ان الانابيب غليت. طبعا كلكم عارفين ان الانابيب زادت مره واحده كده 50 جنيه، الانبوبه بقت ب160 جنيه. يلا كلكم وفروا دبروا، يلا كل واحده كده تطلع على السطح بتاعها تبني لها كانون زي ما انتم شايفين. بعد ما عجنت الطينه عجنتها كويس قوي، حطيت كده طين الاول وبعدين بحط طوب. يلا الناس اللي ما تعرفش تبني الكانون تيجي تتعلم الكانون وتعمل لها كانون مع ام منا. وفري بقى. طبعا لازم نوفر في كل حاجه لان الحياه بقت صعبه قوي. يعني الناس الله يكون في عونها، الناس هتقضي ايه ولا ايه ولا ايه يا جماعه؟ يعني كل يوم في زيادات، كل يوم حاجات بتغلى، والله مش عارفين نعيش، محدش عارف يعيش في الدنيا. فلازم نتحايل على الحياة ونحاول نوفر ونحاول ندبر، والحاجة اللي نعرف نعملها في البيت نعملها، ونحاول نكون يعني كل ست تكون اقتصادية في بيتها على قد ما تقدر. طبعا الكانون انا كنت بنياه وكنت عاملة عليه والله ألذ وأطعم الأكلات. أحلى أكل وأطعم أكل تاكليه على الكانون، أطعم محشي هتاكليه على الكانون، أطعم رز مدخن كده هتاكليه على الكانون، احلى سمك هتقليه على الكانون. يعني الكانون ده والله العظيم يعني ما شاء الله عليه. الاكل بيطلع جميل وطعم جدا جدا. زي ما انتم شايفين بلم في الطينه كده وبعجن فيها، بعجن شويه وبروح ابني شويه. والله العظيم عايزه اقول لكم ان انا تعبت قوي في اليوم اللي انا بنيت فيه الكانون ده. اهو زي ما انتم شايفين، انتم شايفينه كده قدامكم بيعدي سهل، بس والله يعني انا تعبت يعني. بس النتيجه في الاخر يعني هتشوفوها معايا حاجة كويسة وحاجة مشرفة، وهنعمل أطعم وألذ الأكلات على الكانون. طيب انت قلت لنا السبب الأول يا أم منى، طب السبب التاني ايه؟ السبب التاني اللي هيخليني أبني الكانون هو إن الشتا داخل علينا. هنطلع بقى كده على السطح ونعمل الأكلات الجميلة، هنعمل المحاشي الروعة، هنعمل ألذ وأطعم الأكلات يا بنات على الكانون. وطبعا انتوا كلكم بتحبوا فيديوهات ام منى اللي على السطح، انا عرفت كده. في متابعه قالت لي يا ام منى سبب ان انا مش بجيلك كتير ان انت بطلت تعملي فيديوهات على السطح، احنا عايزينك تكتر لنا من الفيديوهات اللي بتكون على السطح ومن الروتينات اللي عند الطيور على السطح. حاضر من عينيا يا كل متابعيني. كل اللي انتم عايزينه تكتبوه لي كده في كومنت كده، وانا هعمل كل طلباتكم، كل اللي انتم محتاجينه، كل اللي انتم عايزينه. هنا انا ببني الكانون الاول، ببنيه كده يا جماعه في الجوانب، بنيت الجنب ده والجنب ده، وبعدين هبني من ورا كده اهو. يعني هطلع كمان بحيطه من ورا علشان تمسك لي الجنبين اللي انا بنيتهم تمام كده. يعني هبني 3 ادوار فوق بعضيهم، يعني 3 طوبات، احط طوبه وطوبه وطوبه، كل بين طوبه والطوبه التانيه بحط طينه عشان تمسك لي
الطوبة ببعضيها، تمسك الطوبة ببعضيها، يعني ضروري نحط الطين ده. تمام كده، نحط طينة بعدين نحط الطوب بالشكل ده، طينة طوبة بالشكل ده لغاية ما ايه، ما يتبني كله، عشان خاطر الطين بيمسك لي ايه يا جماعة، الطوب ببعضيه. تمام كده، وبعدين بقى هبلطه كده عشان خاطر ايه، اغطي بقى الطوب كله وابلطه بالطينة عشان خاطر يمسك بعضيه اكتر. تمام. وبعدين هنقسمه في النص وهنعمل يعني بوتاجاز بشعلتين، علشان لما اكون قاعده بعمل اكل، يعني بدل ما اعمل اكله ورا، يعني طبخه ورا طبخه كده، صنف ورا صنف، لا انا ممكن اعمل صنفين مره واحده وانا قاعده. تمام كده، فانا هعمله بشعلتين. تمام كده يا بنات، اهو زي ما انتم شايفين. حطيت اللايك ولا لسه؟ حط اللايك يا قمرايه. عايزه اقولك ان احلى شاي واطعم شاي تشربيه من شاي على الكانون. شاي الكانون روعه يا جماعه. الناس زمان كانت بسيطة، كانت كل حاجة عندهم بساطة، كان أكلهم كله ما كانش فيه بوتاجازات، كانوا يعملوا الأكل بتاعهم على إيه؟ كانوا يعملوه على الكانون كده، وكان أطعم أكل وأحلى أكل، وكانت الناس يعني صحتها بومب، لا كان في أمراض ولا في أي حاجة، كانت الحياة يعني كلها بساطة في بساطة، ما شاء الله عليهم. كل ما ببني طينة كده يا جماعة واخلصها برجع تاني اعمل طينة تانية اهو. انا خلصت الطينة اللي انا عملتها، برجع اعمل تاني بالشكل اللي انتم شايفينه ده، اعجنها واملكها كويس قوي، واروح ابني تاني لغاية ما يخلص الكانون كله كده واخلصه كله. هتشوفوا النتيجة قدامكم ايه. ده الطين اللي انا كنت بانية بيه الكانون، وكمان حطيت عليه حبة رماد كده، اعزكم الله، يعني الزبالة بحرقها على السطح. طبعا انتوا شفتوني انا بحرق الزبالة بتاعتي يا جماعة على السطح. فاخدت رماد كده يعني وخلطته على الطينة، ده بيساعد ان الطينة تمسك بعضيها اكتر، الرماد اللي انا حطيته. اهو زي ما انتم شايفين هنا بقى هنبني يعني حيطة كده صغنطوطة كده في الكانون عشان تمسك للجنب ده بالجنب ده. تمام كده اهو، حيطة مكونة من طوبتين مش أكتر من كده، شايفين؟ بحط طينة وبعدين بحط الطوب وبحط عليهم يعني كده، لو كانت الطوبة مالية كده ولا مايلة كده فبسندها كده يعني بحط الطوبة صغيرة تحتيها، وأحط عليها طينة كده وأكرر الموضوع لغاية لما نطلع بالحيطة لفوق كده. ما شاء الله عليه. يلا تعالي كده اعملي لك كانون مع أم منى. شايفين يا بنات؟ أهو ما شاء الله. شفتم الطيور بتاعتي؟ الطيور دي يا جماعة ليها شهرين عندي، ملهاش اكتر من شهرين. البط كبر والله، انا دبحت منه، انا دبحت من البط ده اللي انتم شفتوه، يعني قعد عندي شهرين. قولي ليه شهر لما انا جبته؟ يعني على 3 شهور البط اندبح منه. ليه؟ لاني انا مأكلاه كويس، عامله له خلطات يعني كويسه قوي، اعتنيت بيه، اكلته علف واعتنيت بيه، فهو طلع كده يعني كده. آه وجي بسرعه، فاهمين يعني ايه جه بسرعه؟ وما شاء الله البطه كده يعني توزن 2 كيلو. كمان الفراخ بتاعي يعني الديوكه كبرت اهي زي ما انتم شايفينها، طبعا شفتوها في اول الفيديو، هوريها لكم تاني في اخر الفيديو. الفراخ بتاعي كبر ما شاء الله على الديوكه، طلعت كده وكبرت، برضو دبحت منها يا جماعه. الطيور عايزة تاخدي طيرة سليمة توزن معاكي وزن كتير، تجيكي بسرعة، تبيض معاكي بسرعة على 3 شهور، بس على 3 شهور وتبيض. يعني أنا الفراخ بتاعي ده على 3 شهور وهيبيض شهر تاني، وهبص ألاقيه برضه هوريكم معايا البيض بتاعه. تمام. بس أنا الحقيقة يعني اللي أنا اشتريته ده طلع معظمه ديوك، زعلت أوي والله لما طلعوا ديوك، أنا كنت عايزاهم كلهم فراخ ويبيضولي. يعني طلعوا 9 ديوك فيهم، هم 16 يعني فرخ أنا جبته، و7 بكريات يعني 7 فرخات بس. ان شاء الله هشتري تاني باذن الله، لان البيض طبعا بينفع، البيض في البيت بينفع كتير، خصوصا بعد البيض ما غلي، سعره غلي قوي، يعني البيضه دلوقتي ب6 جنيه ونص. طبعا لما تكوني مربيه عندك الطيور وتبيض لك في البيت طبعا هيكون اوفر كتير، طبعا هتديكي انتاج، هتديكي بيض احسن طبعا ما تروحوا تشتري من بره. مش كده ولا ايه؟ ينفعك في سندوتشات المدارس، ينفعك في الاكل معاكي، تعملي حاجه في البيت هتبصي تلاقي البيض عندك يعني في البيت، مش لسه عايزه تروحي وتشتري وكده. كمان الطيور هتاكلك الفضلات اللي بتتبقى منك، يعني انت هتستفادي من الناحيتين، يعني الاكل طبعا اكيد بيتبقى منك اكل، بيطلع منك كده فضلات من الخضار لما تيجي تطبخي وكده، فالطيور هتاكلك كل الاكل ده، مش هيترمي في الزباله، هتستفادي منه وتاكلي للطيور. وده بيكون يعني احسن علف للطيور اللي هي الفضلات بتاعه البيت. يعني انت لو مش حابه تشتري اكل من بره وخايفه ما تجيبي طيور، الاكل غالي، الاعلاف غاليه، انا بسمع كده ستات بيوت كتير قوي بتقول يعني انا قادره اكل نفسي لما هجيب طيور واكلها. لا، انت يا ست الكل هاتيلك 10 فرخات بس، 10 فرخات هياكلوا الفضلات بتاعتك، مش هتشتري يعني حاجه من بره، مش هتجيبي لهم اعلاف من بره.
يعني ال10 فرخات دول هيدوكي انتاج، هيدوكوا بيت، وهياكلولك الاكل اللي هيطلع منك، احسن ما تقعدي كده والاكل يتبقى منك وفضلات بتطلع من البيت يعني كده عزكم الله تترمي بره. لا، انت جيبي طيور تستفادي منها وتاكلك كل الاكل والفضلات دي، ومش هتشتري اعلاف ليهم. يعني هم 10 فرخات مش هيكلفوكي اكل كتير. او لو انت مش عايزه يعني فراخ ممكن تجيبي جوزان بط كده برضو، يعني هياكلك برضو الاكل اللي هيطلع منك ومش هتشتري له اكل من بره. وزي ما قلت لكم يعني العلف بتاع البيت ده، الاكل الفضلات بتاعت البيت احسن نوع علف للطيور، مغذي، وبيقيها من جميع الامراض اللي هي الفضلات بتاعت الاكل اللي بتطلع منك. هنا بقى انا عماله اظبط في الكانون بتاعي كده، يعني عيني طلعت وانا اظبط فيه اهو زي ما انتم شايفين. عايز اقول لكم ان انا والله العظيم اقسم لكم بالله انا عمري ما بنيت كانون وانا عندي بيت ابويا، يعني ولا يعني في ايام اللي عدت كلها دي. يعني انا بنيت الكانون يا جماعه لما فتحت القناه، بنيته قبل كده ودلوقتي ببنيه المره التانية. عمري في حياتي ما بنيت كانون قبل كده يا جماعه غير لما فتحت القناه. فيعني انا عمري برضو ما شفت حد بيبني كانون، وانا كده مع نفسي كده جبت فيديوهات على اليوتيوب وشفتهم بيبني القانون ازاي، وبرضو اللي فيه عين وراس بيعمل عمايل الناس، ويعني اتعلمت كده والحمد لله وعملت القانون وظبط معايا. بس بعد ايه؟ بعد ما غلبني يعني الحيطه اللي في النص دي تعبت اوي لغايه لما عملتها بالشكل ده. هنا بقى بقسمه كده، يعني جبت سيخ كده حديد وحطيته كده علشان بقى ايه تطلع الشعلة معايا، وبقيس بالحلة، بظبط يعني كده العين بتاعته بالحلة بالشكل ده. تمام، وزي ما انتم شايفين يعني مش معنى ان انت ما تعرفيش تبني كان عمرك ما بنيتي كان مش ما تعرفيش تعمليه، ما تعرفيش تبني، لا يا ستي مش حجة. قومي يلا هاتي لك فيديو على اليوتيوب اتفرجي على ام منى، قومي اعملي لك كانون على السطح، قومي وفري يا ولية. يعني بدل ما تستخدمي انبوبتين بوتاجاز في الشهر هاتي انبوبة، هاتي انبوبة اعملي اكل على البوتاجاز واكل على الكانون. اقتصدي، خليكي اقتصادية. الزمن صعب جدا جدا، صعب جدا يا جماعة، يا مستكتر الزمن اكتر، الزمن اكتر. حط 100 خط تحت كلمة الزمن اكتر. الزمن صعب جدا. النهاردة اولادك صغيرين عمالة تصرفي يمين وشمال مش حاسة بالدنيا. والله صدقيني واسألي مجرب، انا يا جماعة كنت كده، كانوا اولادي صغيرين بصرف يمين وشمال ومش حاسة بالدنيا. اولادك النهارده صغيرين ما بيصرفوش، بكره هيكبروا، بكره هيكبروا مصاريفهم هتزيد. فضروري جدا تركني لك قرش كده للعوزه، هتلاقيه لما يجوا اولادك يكبروا هتلاقيه هينفعك. ما تعيشيش كده عيشني النهارده وموتني بكره، لا، اعملي حساب بكره، لان بكره بيكون صعب جدا، فاعملي له حساب. اصرفي قرش واركني قرش للزمن، هيجي في يوم هتلاقيه وهينفعك. اولادك النهارده صغيرين بكره هيحتاجوا كتير قوي. ان الحمد لله كده يعني يعتبر الكانون بتاعي يا جماعه خلص. عملت بوتاجاز بشعلتين ما شاء الله، اللهم بارك ونعمل عليه يا ربي ألذ وأطعم الأكلات كده زي ما انتم شايفين. بعد ما قسمت البوتاجاز بتاعي لشعلتين الكانون أعزكم الله لسه والله يا جماعة بعاني من زوري، ادعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض. هنا بقى جبت كده يعني فضلات من الطوب المكسر كده وحطيتها في القاع عشان خاطر السقف ما يبوظش. تحطي يعني طوب كتير متكسر كده من تحت وتحط عليه طينه. تمام، اعملي لي طبقه كده سميكه من تحت كده من الطوب المكسر وتحط عليها طين. تمام كده علشان خاطر السقف بتاعك ما يبوظش. وبلطت كله كده من كل النواحي وما شاء الله عليه. يعني بقى معايا بوتاجاز بشعلتين زي ما قلت لكم كده، هنوفر وندبر وهنوفر الانبوبه، بدل ما نستخدم انبوبتين هنستخدم انبوبه واحده في الشهر. تمام كده يا بنات اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليه. طبعا الطيور بتاعتي اهي زي ما قلت لكم عليها كبرت ويندبح منها، والواحده بتوزن ايه يعني 2 كيلو. طبعا شايفين الخلطات اللي عاملاها لهم والاكل وكده. طبعا الحشيش اهم حاجه للطيور، الخضره يعني الطيور بتحب الحشيش قوي. هاتله حزمه برسم كده ب5 جنيه يعني وحطها له كده في اليوم بتاعه هيفرح بيها قوي ما شاء الله عليه. انا نضفت السطح بتاعي زي ما انتم شايفين كده وبنيت الكانون، وزي ما انتم شايفين السطح بقى شكله جميل جدا كده يشرح القلب. وانتظروا مني ألذ واطعم الاكلات على الكانون. وهو ده كان الفيديو بتاعي، اتركوا في حفظ الله وامن ورعايته، انتظروني مع الف سلامه.